بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فأنت قيوم السماوات والأرض. لك الحمد يا الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لك الحمد يا الله أن جعلتنا من أمة الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لك الحمد يا الله هديتنا أن نتعلم من دين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فبين أن الميراث الحقيقي للأنبياء هو العلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، ولكن نورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحق وافر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك يا الله، كل شيء يتغير وأنت لا تتغير، وكل شيء يتبدل وأنت لا تتبدل، وكل شيء يموت وأنت حي لا تموت. سبحانك يا الله، لك الأمر ولك الحكم ولك القضاء ولك الإرادة، فأنت القائل في حديثك القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. إن سلمت لي فيما أريد كخيرتك فيما تريد، وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. فالإرادة لمن؟ لله، والحكم لمن؟ لله، والقضاء قضاء من؟ قضاء الله. ونشهد أن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عدد من صلى عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عدد من لم يصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأجمل منك سيدي حبيبي يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تجد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت بما تشاء. صلوا على نبينا محمد
الجميل وشوقنا إلى زيارة بيت الله الحرام الذي هو أشرف بقاع الأرض وأكمل بقاع الأرض وأفخر بقاع الأرض. قال عنه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن هذا البيت حرمه الله وحرم الله أن يقتل صيده أو يمثل طيره أو يقطع شجره. نعم، قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا. نعم، هذا البيت من الذي طيبه ومن الذي باركه ومن الذي حفظه منذ أزمنة بعيدة وأعوام عديدة عندما جاء أبرهة من كل وجاء في جيش جبار يتخطاه الفيل، فجاء عبد المطلب إلى هذا الرجل الجبار الذي يريدون أن يهدم بيت الله، ولكن عبد المطلب كما يعلمون أن البيت له رب يحميه. نعم، عندما أراد يدخل الإبل قال أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه. الله أكبر. نعم، بيك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟